السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم نكهة البيت. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم دجاجة محمرة ومعمرة طيبة في الفران، كتجي رائعة لا شكلا لا مذاقا وافضل من المطاعم. نمروا ان شاء الله الطريقة ديال التحضير والمقادير. غادي نحتاج هنايا دجاجة كاملة تكون مغسولة مزيان، وعندي معلقة ديال لاموطارد صغيرة عامرة، نص معلقة ديال الهريسة، الربيع مقطع، وعندنا الثومه 3 ديال دروس ديال الثومه كبار، ربع حامضه مصيره غنحتاجو غير اللب ديالها، وعندي معلقه صغيره ديال السمن وعصير الحامض. وغنحتاجو في التوابل عطريه ديال الدجاج، صوص صوجا، ابزار، خرقوم، تحميره، سكنجبير والابزار وزيت الزيتون. نمروا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ زلافه فين غادي نوجد التتبيله اللي غادي نحتاجو للدجاجه. غادي ناخذ الربيع تقريبا واحد 3 د المعالق كبار. غادي ناخد الثومه واحد 2 دروس كبار يكونوا مدقوقين ولا محكوكين. غادي نضيفوا الهريسه، نص معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال لاموطارد. غادي نضيفوا السمن، ربع حامضه مصيره غادي نقطعوه، نحيدوا ليها العظومه ونقطعوها صغيره. وغادي نضيفوا دابا التوابل. غادي نضيف العطريه ديال الدجاج، تقريبا واحد نص معلقه عطريه ديال الدجاج. غادي نضيف الخرقوم معلقه صغيره عامره، راس معلقه ديال الابزار، ما تكتروش حيت دايرين الهريسه. وغادي نضيف سكنجبير، الدجاج كيبغي السكنجبير، ندير معلقه عامره مزيان. هاد المعلقه اللي كندير بها انا صغيره، ديروا المعلقه العاديه غادي ديروا معلقه عامره. الملحه نص معلقه ديال الملحه، معلقه ديال التحميره صغيره. وغادي نضيف واحد نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء. كنت قطعت الربيع وشللت داك الهاشوار باش داك الربيع ما يضيعش. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان. انا عندي الدجاجه من بعد ما غسلتها وخليتها تسقطر مزيان، ضروري تغسلوها بالحامض والسكنجبير والملحه. صافي كنديرو هاد الثقوب هكا في الصدر باش كيجي طايب وفتي. كناخد داك التتبيله كنديرها فوق الصدر لداخل. هاد الدجاجه كتجي رائعه بهاد الطريقه هادي، جربوها وردوا عليا الخبار. من بعد ما تبلناها غادي نخليوها على جنب، وغادي نمروا ان شاء الله باش غادي نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الدجاجه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا ليها، عندي هنا 3 ديال الكبيدات، 2 ديال القنصات سلقتهم في الماء، الحامض، شويه ديال الهريسه، شويه ديال السكنجبير والملحه وقطعتهم. عندي هنايا الرز مسلوق، تقريبا كاس ديال الرز مسلوق. وعندي مكعب ديال الزبده، نص معلقه ديال الهريسه، 2 ضريسات ديال الثومه محكوكين والربيع مقطع، الملح، ابزار، سكنجبير، خرقوم، تحميره، صوص صوجا وزيت الزيتون. غناخد مقله ندير فيها داك المكعب ديال الزبده يذوب، نضيف شويه ديال زيت الزيتون ماشي بزاف، غير واحد 3 ديال المعلقات. غنضيف شويه ديال الربيع مقطع. حاولوا الربيع ديروا في الحشوه بزايد كيجي مذاقو زوين في الروز. غادي نضيف نص معلقه ديال الهريسه. غادي نضيف الثومه، واحد 2 ضريسات ديال الثومه، نشحروهم في داك الزبيده شويه، نشحروهم في الزبده شويه. وغادي نضيفو القشيوتات ديال الدجاج. دابا غنبداو نضيفو العطريه. غادي نضيف واحد راس معلقه ديال الابزار، ماشي بزاف لانني غندير الهريسه. غادي نضيف التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير وصوص الصوجا، تقريبا نصف ملعقه كبيره ديال صوص الصوجا، تعطيها واحد المذاق زوين للحشوه. غادي نضيفو عصير الحامض، واحد معلقه كبيره عصير الحامض، ونخلطوا داك الكبده والقنصه مع باقي التوابل. كنشحروهم شويه، ما ضفتش الملح حيت الرز مسلوق بالملحه، وكذلك صوص الصوجا مالحه، وكذلك القشاوش
سلقتهم في الملح، نخليوهم يتشحروا واحد شويه ونضيفوا ليهم الرز مسلوق. غادي نضيف الرز مسلوق، هنايا تقريبا درت كاس ديال الرز سلقته، الرز كلاصي، وغادي نزيد شويه ديال الربيع ونخلطوا الحشوه مزيان مزيان ونمروا ان شاء الله باش نعمروا الدجاجه اللي خليناها في التتبيله. دابا غناخذ واحد البصله كبيره ونقطعها دوائر وغادي نستفها في مول اللي كيدخل الفران ولا طاوه، المهم اللي بغيتو. كندير شويه ديال زيت الزيتون ونديرو داك البصله نفرشوها فحال هكا الدجاجه. راه ملي كطيب الدجاجه هاد البصله كتذوب كتجي زوينه داك لاصوص لتحت مع العطريه ديال الدجاج. صافي هنا ناخدو الدجاجه وغادي نعمروها. من بعد ما كنعمروها كناخدو كيغدو وكنبداو نسدو الدجاجه. كناخدو داك الجلده الفوقانيه والتحتانيه هكا وكناخدو واحد الكيغدو وكنبداو نصيبوه فحال هاد الشكل هذا بلا ما نضطرو نخيطوها. صافي كناخدو داك الرجيلات كذلك حتى كنربطوهم وكنديروها في المول اللي كيدخل الفران. يكون الفران سخون قبل. انا دخلتها تقريبا ساعه و45 دقيقه. صافي كتخرج محمره دايبه، ما كنعريها ما والو، كنخلي داك الكاغيط راه هو اللي كيخليها ما كتحرقش وكتخرج محمره كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كناخدو هنا بابي كويسون فزقته وعصرته باش هكا ما كيتحرقش ليا في الفران. كنغطيها وندخلها كما قلت لكم، دخلتها ساعه و45 دقيقه تتخرج دايمه طايبه ومحمره، ما تحتاجوش كاع تحمروها ولا تدهنوها بشي حاجه. صافي غندخلها للفران ان شاء الله وتمرت داك الساعه و45 دقيقه ونرجع معكم ان شاء الله. هاد الدجاجه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هاد الشكل كما قلت لكم، ما تعريوهاش تحمر نهائي، هي كتخرج هكا محمره شعله عليها غير من التحت، ما شعلتش عليها فوق وتحت، غير من التحت وكتخليوها. صافي هذه هي الدجاجه ديالنا. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. ما تنساوش تجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف وبصحه والراحه وشهيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا ل 6800 صديق وصديقه على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.